وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، ما لقيت فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه. يعني ايه دومين وينس الدنيا؟ يعني ايه؟ مش عارف انا التعليم ده ومش عارف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسعد الله مساءكم اعزائي مشاهدي برنامج ما رفعتش ايدك ليه من جروب الناجح يرفع ايده. النهارده باذن الله الحلقه الاولى من برنامجنا. الحلقه هتبقى مميزه جدا عشان النهارده هنعرف ايه في دماغ الشباب. طبعا مش اعلان الشامبو اللي احنا بنشوفه، هنعرف ايه في دماغ الشباب باذن الله عشان عملنا معاهم لقاءات ونعرف يفكروا ازاي. البرنامج بتاعنا طرح عليهم 3 اسئله. 3 اسئله من اهم 3 اسئله بتواجه الشباب دلوقتي في الكليه وفي الجامعه عندنا. طلعوا لقاء خارجي من داخل كليه التجاره مع الطالب محمد اسماعيل، تجاره انجلش. في الحلقه دي هيكون بطلها دبانه رخمه موت، ما سابتنيش ولا سابته طول التسجيل معايا. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج ما رفعتش ايدك ليه من جروب الناجح يرفع ايده. النهارده احنا من داخل كليه التجاره بنسجل مع الطلاب عشان نعرف رايهم في المشاكل اللي بتواجهنا عامه في الكليه، وبنسالهم برضو ايه الحاجات اللي هم نفسهم تبقى موجوده في الكليه. معانا الطالب بيتعرف عليك. محمد اسماعيل، سنه اولى تجاره انجلش. محمد، كنا عايزين نعرف بس رايك ايه في الكافيتيريا وبتجيها ليه وايه اهدافك وبتقعد من الساعه كام للساعه كام. كلمنا عن الكافيتيريا شويه. الصراحه الكافيتيريا مش حلوه، يعني ما يتقعدش فيها، ما فيش كراسي كتير، كراسي مكسره والشمس، ما فيش تندات. فما يعني ما بحبش اطول في الكافيتيريا قوي لان مش مكان هي تقعد فيه كويس. يعني عامه انت بتيجي عشان المحاضرات بس، ولا بتيجي عشان الكافيتيريا بس، ولا بتيجي محاضرات، ولا الوقت الفاضي بتاعك بتيجي في الكافيتيريا؟ يعني لا الصراحه انا باجي الجامعه عشان اقعد في الجامعه مش عشان المحاضرات. انا اقل حاجه بعملها ان انا احضر المحاضرات. الكافيتيريا بس. تمام. طب بتقعد من الساعه كام للساعه كام في الكافيتيريا، او عامه بتقعد كام ساعه في الكافيتيريا؟ يعني حوالي ساعتين. محمد، احنا عارفين كلنا ان احنا طبعا في الكليه عامه يا اما هنشتغل في الصيف يا اما مفيش فلوس غير من بابا يعني. شيء طبيعي. طب احنا دلوقتي عشان نكفي مصاريفنا والكافيتيريا زي ما انت فاهم بنقعد فيها كتير وكده، عايزين نعرف اكبر نصبه جبت فيها فلوس من ابوك. وجبت كام؟ كان ايه النصبه اللي انت جبت فيها فلوس دي؟ اكبر نسبه في الجامعه. عامه في الكليه انا عندنا. يعني في الجامعه ولا ايام الثانويه؟ لا احنا عايزين نعرف في الجامعه عشان احنا عندنا كافيتيريا وعندنا بنات وعندنا شغل وبتاع معلم، فايه في فلوس كتير هتصرف. فقول لنا بقى ايه بتظبط فلوسك ازاي؟ لا الصراحه انا في الجامعه ما عملتش الحاجه دي. كانت في الثانويه ايام الدروس بتاعت الثانويه، لكن في الجامعه ايه بقى نظام الثانويه؟ ايه بقى هتقلب فلوس دروس ولا ايه؟ فلوس دروس اكيد. يعني الدرس ب 80 مثلا يبقى الدرس ب 120 وش يعني. طب كويس والله. يعني في الجامعه انت بتشتغل بس يعني، ولا على قد الفلوس اللي بيديها لك باباك؟ لا انا بظبط نفسها الفلوس، يعني مش بحتاج فلوس من بره. محمد، طبعا احنا عارفين ان العدد الصيني لما نزلت مصر كلها شهدت عدد صيني. طب احنا عايزين نعرف رايك في العدد الصيني، وانت لو كان مثلا حالتك الماديه مش كويسه كنت جبت عده صيني ولا كنت استنيت وجبت اي عده برضه بس عده ليها اسم؟ تمام. لا انا ما بقتنعش بحاجه اسمها عده صيني اساسا. هما يعني الناس اللي بتشيل عده صيني دي انا مثلا لو كانش معايا فلوس كنت اشتري اي عده نوكيا عاديه، مش لازم كاميرا او الوان، اجيب اي عده نوكيا عاديه، بس الصيني نفسه مش دماغي يعني. محمد، شكرا ان احنا سجلنا معاك النهارده، والجروب هيكون سعيد طبعا باللقاء بتاعنا معاك. عايزين نعرف بقى ان انت عضو معانا في الجروب ولا لسه؟ لا ان شاء الله عضو اكيد ان شاء الله. الجروب اسمه ايه بقى؟ الناجح يرفع ايده. دلوقتي هنطلع اللقاء التاني على طول مع زنجولة كويس، اكبر تاجر شكارة اسمنت فاضية في المنطقة، والراجل اللي مظبطنا ومعلي دماغنا في السما. اطلع بينا على زنجولة. معانا دلوقتي طالب تاني من برضه كلية تجارة. كابتن زنجولة كويس. زي ما انتم شايفين طبعا كابتن زنجولة كويس، مثال للشاب الضايع اللي مش فاهم اي حاجة. حبيبي زنجولة اللي مش فاهم حاجه في اي حاجه في الجامعه، بيجي مجرد الكافيتيريا ويروح البيت مش عارف هو جه ليه، قابل مين. شاب زي ما انتم شايفين كده. انا عارف النهارده انا جيت ليه يا معلم؟ عشان اروح تاني. برافو عليك. عنده اسئله واجابات يا جماعه، عايزين نجاوب علينا. اسئلتنا بتاعت الجروب بقى عايزين زي ما احنا سجلنا مع الناس قبل كده، جايين عشان المحاضرات بس ويروحوا، طبعا ده غلط. وبرضه احنا بننتقد اللي زي زنجولة، بس برضه يعني نسجل مع زنجولة ونشوف رايه ايه في الاسئله بتاعتنا. تمام يا زنجولة؟ اول سؤال هسأله لك يا زنجولة، ايه اكبر نصبه نصبتها على ابوك عشان تجيب منه فلوس؟ يا ابويا، هو كده يا ابويا. انا ابويا خدت منه مبالغ
لا تقل عن 50 جنيه يا ابن اللعيبه. في اول الترم. 50 جنيه. انا زعلان من نفسي على الحاجات دي. طب عايزين نعرف زعلان من نفسي على الحاجات دي. حضرتك يعني بعد اذنك يعني خليك معايا لو سمحت. الفلوس دي انت جبتها لي قلت لابوك ايه على 50 جنيه دي؟ 50 جنيه اللي انت قلت له عايزها عشان اروح اجيب كتب. طب ماشي. زنجولة احنا عايزين نسألك سؤال تاني. انت بتيجي كافتيريا طبعا كل يوم، انت راجع في كافتيريا؟ يعني باجي كده حوالي 4-5 ساعات كده. 4-5 ساعات. 3 ساعات اللي انا بس. 3 ساعات اللي انت بتجيهم. انت بتيجي تعمل ايه في الكافتيريا يا زنجولة؟ نشوف كرسي الاول. لان الناس بتيجي تقعد اساسا. اول ما باجي بلاقي الناس كلها قاعده ومش بيشربوا حاجه اساسا. والرخامه بقى اللي تلاقي واحد وقاعد على كرسيين. حاطط رجله على كرسي وقاعد على كرسي. وانت مش لاقي كرسي؟ وانا كنت هضرب واحد والله النهارده. صلى على النبي يا زنجولة، صلى على النبي خلاص ما تزعلش يعني. طبعا باجي اساسا الوقت اللي انا باجي فيه بقعد ادور على كراسي. يخلص الوقت ازهق اروح ماشي بعد ما الاقي الكراسي. احنا يا جماعه بنناشد كل الساده المعنيين والساده الرسميين ان احنا هنعمل حمله خاصه بالجروب بتاعنا، جروب الناجح يرفع ايده، عايزين كرسي لزنجولة. هنعمل الحمله دي ان شاء الله انطلاقا من النهارده باذن الله. واصحابي كمان. واصحابك عايزين كراسي؟ كراسي. لا بقى لا ما لا تخيل انت واصحابك بقى انا مالي بيهم. طب زنجولة انت معاك ايه رايك في التليفونات الصيني وانت معاك عده صيني؟ لا يا عم حسن الله صيني ايه؟ ليه يا عم ماله العده الصيني يا عم؟ بص يا معلم انا معايا عده شاينا. شاينا؟ مش صيني يعني؟ لا صيني ايه يا عم؟ قلت لك الصيني ده وحش. الشاينا دي يعني افهم حضرتك بس يعني العده ديت مالهاش دعوه بالصيني صح؟ ملهاش دعوه بالصيني. شوف كده تشغل لي كده الاغاني بتيجي منين؟ صوتها عالي جدا. طبعا هو زنجولة بيقول لي ان العده دي مش صيني وبيقول لي يا عم صيني ايه يا عم؟ ملهاش علاقه بالصيني خالص، اسمها تشاينا يعني. طب ممكن نسالك على المطرب اللي بيغني ده حضرتك؟ المطرب اللي بيغني ده باين اسمه محمد حماقي باين. ماشي. او تامر حسني. عايزين بس نقول لزنجولة اسمع تامر حسني. زنجولة احنا عايزين نسالك برضو، نقول لك انت عضو معانا في الجروب ولا لسه هتشترك باذن الله؟ جروب. انا اساسا في الجروب ده السنه اللي فاتت وانا في الثانويه العامه. من السنه اللي فاتت، مع العلم ان الجروب بادئ بقاله 4 أسابيع بس حضرتك، يعني خليك معانا. طب ما انا كان نفسي اخش في الجروب. فانت كنت بتحلم بالجروب قبل ما يعمل الجروب طب اسم الجروب ايه يا معلم؟ نسيت. هو اسمه نسيت. شكرا لزنجولة وكان احلى لقاء النهارده في الحلقه كلها وفي الاسبوع كله بصراحه. سلام عليك يا زنجولة، دماغك يا ابني والله. اعزائي المشاهدين دلوقتي وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. بنوعدكم ان الحلقه اللي جايه ان شاء الله في مفاجاه كبيره 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 مش هتستحملوها بجد. استنونا الحلقه الجايه، الحلقه هتعجبكم جدا. السلام عليكم. ناجح يرفع ايده يغني في عيننا وعينه، ناجح يرفع ايده يغني في عيننا وعينه، ويقول ونقول دايما ناجحين على طول دايما، ونجاحنا يطول دايما دايما على طول دايما دايما